أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية بالتمديد 6 أشهر أخرى لحاملي هوية زائر من المغتربين اليمنيين المقيمين في المملكة، وذلك ابتداء من يوم السبت 13 من رمضان وحتى 23 من شهر رمضان. وقالت المديرية العامة للجوازات في بيان لها إنه لن يتم استقبال طلبات التمديد والطباعة لهوية زائر بالمراجعة التقليدية لإدارة الجوازات، وسيتم التمديد آليا بالنظام لمدة 6 أشهر بعد سداد الرسوم المقررة وإجراء عملية التمديد من خلال حساب المستضيف في أبشر واستلام الهوية عن طريق خدمة واصل. ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المستضيفين أو المستضافين لحاملي هوية زائر غير المسجلين في أبشر إلى سرعة المبادرة بالتسجيل والتفعيل عن طريق موقع وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية أبشر للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة لهم حتى يتمكنوا من طباعة هوية زائر إلكترونيا وتنفيذ طلب استلامها عن طريق البريد السعودي. واصل.